في خطوة تعكس أهمية العلاقات الدبلوماسية المتنامية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، استقبل رئيس الجمهورية الجزائري السيد عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة الجزائر المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيد مسعد بولوس في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى الجزائر. وقد جرت بين الطرفين محادثات تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الحوار الاستراتيجي بين البلدين وترسيخ الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية منها. وقد حضر هذا اللقاء عدد من كبار المسؤولين الجزائريين، فيما رافق المستشار الأمريكي وفد رسمي يعكس أهمية هذه الزيارة في أجندة العلاقات بين واشنطن والجزائر. وقبل لقائه برئيس الجمهورية، كان المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي قد استقبل بمقر وزارة الشؤون الخارجية من طرف وزير الخارجية الجزائري السيد أحمد عطاف. ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، فقد عقد الوزير لقاء على انفراد مع المسؤول الأمريكي، أعقبه اجتماع موسع ضم أعضاء الوفدين الجزائري والأمريكي، حيث تم التطرق إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها. وأوضح البيان أن هذه المحادثات شكلت فرصة لاستعراض واقع العلاقات الجزائرية الأمريكية وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما نوه الطرفان بأهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة، وجددا تأكيده على ضرورة مواصلة الديناميكية الإيجابية التي تطبع الشراكة الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة. وتولي الجزائر أهمية خاصة لتعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل، وهو ما أكده الجانب الجزائري خلال هذه اللقاءات، مشددا على أن الجزائر تسعى إلى بناء علاقات متوازنة تخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة. من جهته، عبر المسؤول الأمريكي عن اهتمام بلاده بتعميق التعاون مع الجزائر باعتبارها فاعلاً محورياً في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. وقد أكد الطرفان على ضرورة تغليب الحلول السياسية والسلمية للأزمات الإقليمية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتأتي هذه الزيارة في ظرف إقليمي ودولي حساس يشهد تحولات متسارعة وتحديات أمنية واقتصادية متزايدة، ما يبرز أهمية التنسيق والتشاور بين الدول الفاعلة. وتؤكد الجزائر من خلال هذا الحراك الدبلوماسي مكانتها كشريك موثوق وفاعل في القضايا الإقليمية وكجسر للحوار بين مختلف الأطراف. ويرى متابعون أن هذه الزيارة تعكس رغبة مشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في مجالات الطاقة، الاستثمار، الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب. كما تعكس اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز حضورها في المنطقة عبر بوابة الجزائر التي تتمتع بثقل سياسي وموقع استراتيجي مهم في شمال إفريقيا. وفي ختام هذه اللقاءات، شدد الطرفان على أهمية مواصلة التشاور المنتظم وتعزيز آليات التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الجزائري والأمريكي ويساهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة. وتؤكد هذه المحادثات مرة أخرى أن الجزائر تواصل لعب دور محوري في محيطها الإقليمي والدولي، مستندة إلى دبلوماسية متوازنة تقوم على الحوار والانفتاح والدفاع عن القضايا العادلة.